انا بناشد كل اب وام محترمين. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم رمضان، المفروض النهارده اول يوم من الايام الصالحه، الايام الجميله، الايام اللي احنا كلنا بنفرح بيها. لكن احنا بقالنا يومين عايشين في رعب. بسبب ايه؟ بسبب القرف اللي عمال بيتضرب في الشارع ده. اللي بيحصل في الشارع ده مش مظهر من مظاهر الفرحه، مش مظهر من مظاهر رمضان، مش وصيه من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالعباده، مش بان احنا ناذي الجار. الجار اللي بيتعب مننا، الجار عنده قلب، الجار عنده حاجه في الصدر، الجار عنده حاجه في الرئه. الناس دي كلها تعبانه. تخيل لو واحد قاعد في الدور الارضي وكل شويه بيسمع القرف اللي بيحصل بره ده، ايه اللي هيحصل؟ دي مش صواريخ عاديه. الصواريخ دي مش صواريخ عاديه. زمان كنا بنجيب الصاروخ الاصفر ده بربع جنيه، كان يا دوبك كنا بنقول عليه صاروخ وصوته عالي. لكن اللي بيحصل ده مش صاروخ عادي. الصوت اللي احنا بنسمعه ده مدافع ومش عارف ايه وقرف. ده مش صوت عادي. انا مش جاي اناشد السيد رئيس المباحث ولا السيد مأمور اسم منشية مصر، لا، ولا حتى هناشد السيد وزير الداخلية. أنا بناشد كل أب وأم محترمين، لأن ناس كتير عمالة بتشتكي وبتقول القرف 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 والصوت والكلام ده كله. أمال مين اللي بيدي لعياله فلوس؟ العيال اللي بتضرب في الشارع دي جايبة الفلوس بتاعتها منين؟ كل واحد ابنه يديله فلوس ولا أبوه يديله فلوس وينزل يقرفنا احنا في الشارع. امال العيال دي جايبه فلوسها منين؟ ما انت بترجعوا تشتكوا بعد كده. والقرف اللي بيتباع في الشارع ده، اي حد يشوف القرف ده بيتباع في الشارع ينزل يبلغ عنه، ما يسكتش، ما تسكتش على الغلط. ده زيه زي تاجر المخدرات بالظبط. اللي بيبيع القرف ده ما يقولش ان هو حاجه مكسب وفرحه ورمضان كريم. لا، رمضان ما قالش كده خالص، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القران قال كده. احنا كده بنأذي الجار. محدش فينا يرضي الاذيه للناس. ناس كتيره بتتعب بسبب الكلام ده، وناس كتيره نزلت المستشفيات، وسمعنا عن حوادث حصلت النهارده وامبارح بسبب القرف ده. اتمنى ان كل واحد يشوف حاجه سلبيه ما يسكتش عنها. زي ما بتبعتوا لي في الرسائل، زي ما بتعلقوا التعليقات السلبيه ومش عاجبكم الكلام ده، اي حد يشوف حد بيبيع القرف ده ينزل يبلغ على طول. والاسم مش بعيد. اتمنى ان الرساله تكون وصلت، ولموا عيالكم شويه وقدموهم. السلام عليكم.